بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بناشد السادة المسؤولين والسيد محافظ أسيوط. طريق دشلوط طريق الموت لينا أكتر من 20 سنة، وإحنا بنسمع شعارات كذابة وبنسمع وعود وبنشوف أوراق مفبركة وبنشوف شعارات مفبركة وبنشوف رجول الدكك بتطلع تضحك علينا وبنشوف كلام كتير جدا، إنما أفعال على أرض الواقع مفيش. الطريق ده اسمه طريق الموت، طريق الموت. وأتمنى إن الكل يركز على كلمة طريق الموت. ياما أرواح زهقت على هذا الطريق، وناس كتير اتكلمت على هذا الطريق، وللأسف الشديد مفيش أي رد فعل من السادة المسؤولين. يجي رئيس مدينة يروح رئيس مدينة، يجي نائب يروح نائب، يجي مش عارف مين يجي مش عارف مين. ده يتكلم ويقول لك عينيا، وده يتكلم ويقول لك حاضر، وده يطلع لنا ورقة مفبركة، وده يطلع لنا ورقة مضروبة، وده يطلع لنا مش عارف أبصرية، ويقول لك مش عارف الطرق والكباري والطرق ومش عارف أبصرية والطرق ومش عارف أبصرية. يا عمي احنا عاوزين إجابة صريحة. ايه اللي مانع رصف طريق دشلوط؟ هتقول له الصرف الصحي، ما تعمل الصرف الصحي، ما الدولة مكلف الصرف الصحي مليارات. هتقول لي الخطوط مش عارف الكهرباء والخطوط مش عارف أبصرية، ما الدولة جايبة وعاملة مليارات. انت قدمت خطة لطريق دشلوط وما تنفذتش، هنقعد نحور ونكذب على بعض عليه. ليكم اكتر من 20 سنة وانتوا طالعين تكذبوا علينا. الطريق ده بيخدم بيروت كلها، الطريق ده بيخدم اكتر من 900 ألف نسمة، ودخلنا على اكتر من مليون. مفيش اي حل اتجاه طريق دشلوط. كل اللي يجي يرمي شوية شعارات وشوية كذب وشوية مطبلاتية وشوية رقص من رجول الدكك ورا الناس اللي بتطلع تضحك علينا. احنا عاوزين حل، عاوزين إجابة واضحة وصريحة. وطبعا احنا أملنا في ربنا كبير جدا، ثم السيد المحافظ الجديد اللي هو هشام أبو النصر. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا على إيده ويكون سبب في حل الأزمة دي وحل المشكلة دي. نطالب من معاليك تتبنى مشكلة رصف طريق دشلوط، لأن الحوارات واللك والكذب والشعارات ليه أكتر من 20 سنة، وناس كتير ماتت حضرتك على الطريق ده. عاوزين حل من الدولة جذري اتجاه طريق دشلوط، لأن كرة غرب أكتر من 30 قرية، ده غير كرة ديروت وغير المركز، والناس دي كلها الطريق دي بيخدمها على الصحراء والغرب. ليه مفيش حلول ليها؟ احنا بنشوف التريلات والكساحات والحاجات دي بتمشي على الطريق والطريق زي الزفت. لما تيجي عربية ملاكة ولا عربية ربع نقل ولا عربية محملة ناس ماشية من جنب تريلا ولا من جنب كساح ولا بتاع، بتبقى الناس مرعوبة. السادة المسؤولين يوميا ماشيين على الطرق دي. قام رئيس مدينة جه، قام محافظ جه، قام نائب من النواب مسك المنصب من 20 سنة لحد الآن، وكله بيطلع ورق وكلام، وكله بيطلع يضحك علينا، وكله بيطلع يكذب علينا، وكله بيطلع يفبرك ورق كلام كتير وشعارات كتيرة وكذب كتير. عاوزين حل جذري لطريق دشلوط. أتمنى شباب دشلوط وعرب أبو كريم شباب الغروب إن هي تقف وقفة رجل واحد على قلب رجل واحد، ونتكاتف ونترابط لحد ما يتم رصف طريق دشلوط. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى إن كلامي ما يزعلش حد. السلام عليكم.